النهاردة هنعمل صينية بطاطس بالفراخ مختلفة وجديدة، طيبة ولذيذة ومغذية. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنحتاج نص كيلو صدور دجاج، قطعها شرايح وسط. نتبل الفراخ، نحط فصين توم، نص ليمونة، معلقة ملح كبيرة، معلقتين كبار زيت زيتون، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة نعناع، معلقتين كبار زبادي، معلقة صغيرة شطة. هنقلبهم مع بعض كويس لما الفراخ تشرب التوابل. نحتاج 5 حبات بطاطس، هنقطعهم شرايح رفيعة عشان تستوي بسهولة. تبل البطاطس، معلقة ملح صغيرة، معلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة بابريكا، معلقتين كبار زيت زيتون. هنخلط البطاطس كويس مع التوابل. دهن صينية بمعلقتين سمنة كبار ونوزعهم كويس. هنبدأ في رص الصينية، صفي بطاطس وصفي فراخ. لحد ما نخلص كل الكمية. كانت حاجة ممتعة بالنسبة لي. دخلها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. لما تطلع من الفرن هنرش عليه سماق وجبنة شيدر ورشة نعناع. دخلها الفرن تاني حتى الجبنة ما تسيح لمدة ربع ساعة. شكلها بعد ما طلعت من الفرن. دلوقتي هنجرب قطع مع بعض لذيذة، لازم تجربوها. وبالهنا والشفا، أشوفكم في الوصفة الجاية.